لم تأل حكومتنا الرشيدة جهدا في توفير العلاج المناسب للمصابين بهذا المرض العضال، فأنشأت العديد من المستشفيات ومراكز الأبحاث والعلاج في مناطق مختلفة في المملكة. دول الخليج من مسقط عمان الى الامارات، بعدها الى قطر الدوحه، مملكه البحرين، بعدين على الكويت ان شاء الله، وبعدها على الرياض. قطعت 3000 كيلو. 6 أكتوبر انطلقت الصباح في مسقط. 7 أكتوبر مسكت الطريق. اليوم 2 نوفمبر، يعني بالضبط لي 26 يوم. 26 يوم قطعنا فيها 3000 كيلو عشان التوعية بسرطان الثدي. شفنا أعزائي المشاهدين هذا التقرير الحصري لبرنامج صباح السعودية عن رحلة أمل الخليج. أكيد هذه الرحلة تحمل كثيرا من الفرح والسرور لمن يستحقون التعب لأجلهم، والدعاء أيضا لهم بالشفاء. لنتعرف أكثر عن هذه الرحلة والهدف منها يسعدنا أن يكون معنا الرحال السعودي عمر العمير لنتحدث أكثر عن هذه الرحلة. نصبح عليكم، نقول لك صباح الخير. هلا حياكم الله. صباح النور كابتن عمر. هلا حياكم الله. صباح النور. الله يحييك. بداية طبعا شفنا مقتطفات جميلة من الرحلة، طريقة استعدادك ومشيك وحتى أثناء وصولك للرياض بعد إنجاز طبعا. نعم. 26 يوم من المواصلة بالدراجة. حدثنا عن هذه الرحلة وعن أيضا مسمى الرحلة برحلة أمل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الرحلة أصلا أمي السنة الماضية أصيبت بسرطان الثدي، وخلال السنة الماضية يعني فترة علاجها من الاستئصال الثدي حتى العلاج الكيماوي والإشعاعي وبعدين نقص المناعة، يعني هذه كلها أشياء مريت فيها مع أمي الله يطول بعمرها. الحقيقة شيء يعني الواحد يعني اللي ما يعرف عنه طبيعي يمر عليه الموضوع، لكن لما اللي يعيش الأحداث هذه ويعيش المراجعات هذه ويشوف يعني أعز الناس عنده يعني صحيح. قاعد يمر بأشياء زي كذا صراحة يشوف أشياء كثيرة يعني. فالحمد لله بعد ما آخر فحوصات سوتها كانت الحمد لله إيجابية، يعني في ذيك اللحظة قررت إني أسوي حاجة لازم، يعني الأشياء اللي أنا شفتها الأشياء اللي مرت فيها الوالدة أبغى يعني صراحة ما أتمنى أحد يمر فيها، ما أتمنى أحد يعني حتى يعني بذكرها يعني جعلها ما تمر علينا، فقلت لازم أسوي شيء. طبعا أنا رحالة بطبيعة الحال ودراج، فقلت لازم أسوي شيء، أبغى أسوي شيء الناس تنتبه له. أنت تقدر تسوي رحلة سيارة طيارة وأنت جالس في البيت عندك الإنترنت التويتر الأشياء هاي تقدر توعي الناس عن طريقها. صحيح. لكن بغيت أسوي شيء حسي، شيء الناس تنتبه له،
فقررت اني اسوي رحله على الخليج، ابداها من مسقط عشان انهيها في السعوديه. يعني لما ابدا من مسقط تنتهي في السعوديه اصير خلاص وصلت الرياض باذن الله. فمن هنا فكرت اسوي الرحله هذه، فاعطيتها اسم رحله امل. الامل بالله، الناس لما تنتبه لهذه يكون عندها يعني الناس لما يكون عندها يعني خبر عن الرحله هذه يروحون يعني اقل حاجه يسوونها الفحص المبكر. طبعا تواصلت مع الجمعيه السعوديه الخيريه لمكافحه السرطان، وعلمتهم باللي عندي واللي على طول قالوا لي اوكي وش تبغى بس احنا جاهزين. يعني من يعني هي كانت الرايه لهذه الحاله. نعم على طول كانوا اصلا يعني مجرد انهم كانوا يعني جاهزين، يعني زي مثل اللي قاعدين ينتظروني. فاول ما جيتهم كان استعدادهم يعني واو. فقلت خلاص انا ابغى اسوي الرحله. قالوا متى؟ اي وقت وكذا كذا. فبديت يعني في الرحله هذه من مسقط في 6 أكتوبر. وصلت مسقط يعني وبدت الرحلة تجهيزاتها هناك، ركبت الدراجة. جميل. احنا يمكن في التقرير شفنا جزء من مؤتمر كان مقام بمناسبة هذه الرحلة. المؤتمر هذا كان في السعودية؟ هذا كان في البحرين. كان في البحرين. نعم. كيف كان التفاعل من اللي كانوا متواجدين فيه؟ طبعا يوم خلاص جهزت الرحلة وكل حاجة تواصلت مع الجمعيات الخيرية. أنا كنت بحاول أتواصل مع الجمعيات لأنهم هم ناس قاعد يسوون شيء لله. يعني اقصد انه يعني مهم منظمه يعني مدعومه وكذا، ناس هذول ناس قاعد يسوون اشياء. فقلت بتواصل معهم. تواصلت مع تواصلت مع جمعيات دول الخليج كلها. بس الرد يعني اللي كان جاهز، الجمعيه القطريه للسرطان كانوا مرحبين فيني من بدايه الموضوع. جميل. الجمعيه البحرينيه للسرطان نفس الشيء. يعني بدايتي كانت في ثالث رابع العيد في عمان. يعني الجمعيه العمانيه اتوقع يعني كان وقت اجازه او شيء زي كذا، فما كان فيه ذاك الرسبان لهم. خلالها تواصلت مع يعني الجمعيات كل يعني مثل القطريه. لما وصلت قطر كانوا في استقبالي وقضيت معهم تقريبا يعني قضيت في قطر تقريبا 5 ليالي يعني معهم يعني كذا وتلفزيون وهذا. يعني الرحله ما كانت متواصله يعني؟ لا مو متواصله. كنت كل مكان اروح لازم اسوي في فعاليه. مثلا زي عمان مثلا يوم بديت ما كان في يعني جمعيه اروح اتواصل معها. فكنت يعني لازم انا اتواصل مع الناس. الطريقه اللي اتواصل مع الناس كنت وش اسوي؟ انا كان معي بروشورات في الدراجه، فكنت اروح لاشهر الاماكن في المنطقه. يعني اجي اتواصل مع الناس وش المكان اللي هنا ممكن يعني يكون في ناس عدد كبير. اللي ما فيه اروح المول مثلا. فكنت مثلا في عمان بديت عندهم الشاطئ هناك الكورنيش وكذا، كان في ناس كثير. صح انه كان عيد وانت قاعد توزع سرطان وشغلات زي كذا، بس يعني الناس كانوا يعني جاهزين. يعني الحقيقه يعني ما قصروا. الكلام اللي تشوفه من الناس حتى بعضهم كان يقول نعم، بعضهم كان يقول انت تجمع فلوس يعني للحمله هذه وكذا. قالوا لا بس ابغى بس توعيه. انت شفتني انا قاعد اسويه، وصل الكلام هذا لحد ثاني يعني. فيعني هذا كان اللي كنت اسويه اذا ما كان في منطقه يعني في تواصل في جمعيه. يعني كنت هذا اللي اسويه حتى خلال الطريق. يعني الناس لما يشوفونك بدراجتك وحجمها وكذا يستغرب. ايوه وين رايح وين جاي وش عندك وكذا. يعني كنت على طول اعطيه البروشور، اتكلم معه عن الرحله، اعطيه الفكره. فالناس يعني تتحول من اشخاص زي اللي متفاجئين كذا خير ان شاء الله الى شخص يعني قاعد يقول لك وش تبغى، يحمل رساله يبغى يوصلها بالضبط. وش تبغى؟ اشيلك معي بالسياره، تبغان البيت قريب، تعال تفضل عندي. اقصد ان الجميع كان يعني اول ما يعرف اللي قاعد اسويه. حتى بعض الناس كانوا يعرفون خط سيري فكانوا يعني يقابلوني في الطريق. يعني في ناس كثير يعني الحقيقه شفت يعني مريت على ناس كثير الحقيقه يعني يعطيهم العافيه ما قصروا يعني في دعمي خلال الرحله هذه. عن مسار الرحله طبعا انت بدات في عمان. نعم. فين توجهت؟ فين ريحت؟ ايش بالضبط القرى او المدن اللي عديت عليها خلال الرحله؟ طبعا لما نزلت في مسقط كان وقت الفجر تقريبا، فكان في فندق قريب المطار اخذته ريحت فيه لانه كان صار عندي شوي لخبطه في الحجوزات بسبب الباكج حقي. الدراجه كانت كبيره والطياره اللي كنت حاجز عليها كانت صغيره، فقالوا لي ما نقدر نشيل يعني. اي والله، فاضطريت اني اكنسل رحلتي واحجز على رحله ثانيه وانتظار 5 ساعات في الدوحه. يعني صار سالفه كذا. فوصلت الفجر فما نمت، قلت خليني اريح شوي للعصر بعدين انطلق. فبديت اركب دراجتي من الفندق يعني من المكان السكن وعلى طول دخلت يعني المسقط لان الفندق كان فتره في المدينه. وعلى طول قعدت ادور في مسقط يمكن تقريبا الساعه الى يمكن 10 11 بالليل. تواصلت مع الناس هناك وبعدها رجعت لفندقي، طفيت عفشي واغراضي، بعدها خلاص مسكت الطريق. طبعا الطريق من مسقط الى
ولاية صحار. هذا الطريق كله كان يعني فيه ولايات في الطريق، وكان طريق يعني عام، يعني فيه ولايات في الطريق، وكان مرة يعني حي الطريق هذا. فكنت يعني خلال الطريق هذا الولايات كنت أتواصل مع الناس اللي هناك في الطريق وكذا. بعدها من صحار دخلت على الإمارات عن طريق منفذ اسمه الشكلة أظن أو شيء زي كذا. بعدها دخلت العين في الإمارات، وبعدها من العين قعدت في العين ليلة تقريبا. بعدها طلعت على أبو ظبي. أبو ظبي قعدت فيها يومين. تواصلت مع ناس هناك وكذا وزرت أماكن. بعدها من العين طلعت على منفذ البطحة السعودية، وبعدها على قطر. طبعا قطر قعدت فيها تقريبا يعني 5 أيام تقريبا اللي قعدت فيها يعني مع الجمعية، وكان في ترتيبات معهم وكذا. وفي نفس قطر يعني كان لي يعني قعدت أدور فيها وكذا. بعدها اللي خلاني أطول في قطر زيادة لأني توجهت شمال قطر. كنت بجرب شغلة جديدة كذا، بطلع عن طريق البحرين، بس ما حصل لي. فقلت أوكي خلينا ناخذ لفة في قطر. كيف حتطلع البحر يعني؟ كنت بطلع من قطر للبحرين بحكم اني طولت في قطر. فقلت الايام يعني بينتهي شهر اكتوبر وانا ما خلصت الرحله. الفكره كانت انها تكون في شهر اكتوبر بحكم انه شهر التوعيه بسرطان الثدي، فالناس عارفه بالموضوع هذا بسبب الاعلانات والشغلات دي. فحاولت طلعت لشمال قطر ميناء الرويس. ولما جيت هناك ما في الا كان طراد واحد هو اللي فقط ينقل يعني من قطر الى البحرين عن طريق البحر. تواصلت معه، كان عنده ظروف، قال لي ما اقدر الا بعد 3 أيام. قلت له انا ان شاء الله 3 أيام اكون في البحرين. جميل جميل. فتوكلت على الله ورجعت. فكان هذه يعني بعد البحرين سام بعد البحرين قعدت البحرين تقريبا يوم، وبعدها على طول توجهت الكويت. الكويت كان يعني دخولي لها يعني كان يعني ما فيه وقفات الا في الجهره. وبعدها على طول دخلت السعودية عن طريق الحافور هناك. جميل جميل. الله يعطيك العافية رحالة عمر المين على الرسالة والأهداف اللي بدت عليها هذه الرحلة، ونتمنى كل الشفاء طبعا لكل يعني المرضى وكل المصابين بسرطان الثدي أو بأي مرض أكيد آخر. يعطيك ألف عافية إن شاء الله. إن شاء الله أنه تكون هذه يعني رسالة أيضا لكثير من الناس، أنه زي هذه الأفكار توعوية، أفكار يعني ممكن حتى الواحد يأخذها كمغامرة أنه عاشها في سبيل الدعوة وفي سبيل يعني التوعية بمرض معين، أو الدعوة مثلا إلى إيصال الرسائل هذه أيضا للناس اللي متواجدين حولك. أكيد طبعا.